ولما كان الإنفاق في سبيل القرآن أعظم طرائق الإنفاق وأقربها إلى الله عز وجل، بصدد إنشاء وقف مبارك يعود ريعه على الجهود المبذولة في تحفيظ كتاب الله إداريا وتعليميا وتربويا، ذلك أن الإنسان قد يحول بينه وبين حفظ القرآن كثرة الصوارف، أو ربما قال تقدم العمر، أو قال غير ذلك من الشواغل، فيهيئ الله عز وجل له أن يلتحق بركب أهل القرآن بأن يكون داعما لهم معينا لهم على هذا الطريق القويم والسبيل المستقيم، أن يتسابقوا في الخير، وأن يتنافسوا في الطاعات، وأن يدخروا لأنفسهم ولذرياتهم من بعدهم عملا صالحا عند الله بالإنفاق في سبيل إقامة هذا الوقف، حتى يعود ريعه على أبنائنا الذين تخطو بهم أقدامهم المباركة إلى المساجد لحفظ القرآن الكريم. إن من أعظم منن الله جل وعلا عليك أن يراك تنفق من مالك الذي أتاك الله إياه، تنفقه في سبيل مرضاته، وأي شيء في مرضاة الله أعظم من أن تكون عونا على من يحفظون كتاب الله، يقيمون بين ظهراني بيوت الله، يذكرون ربهم ويتلون آياته ويتقربون إلى الله جل وعلا بهذا العمل الصالح العظيم. قال الله جل وعلا: والعمل الصالح يرفعه، وقال قبلها: إليه يصعد الكلم الطيب. إن القبر نعم المسكن لمن أحسن، إن القبر نعم المسكن لمن أحسن. ولا ريب أن أعظم طرائق الإحسان الإنفاق في سبيل الله عموما، وأخصها الإنفاق في سبيل تحفيظ الناس كتاب الله جل وعلا وإرشادهم إليه، وإعانة القائمين على هذا الشرف العظيم والطريق القويم. هناك هيئة تنصيرية تقوم على قدم وساق لنشر مبادئه الضالة، وهنا المسجد، هذا المدرسة، هذا المسجد مقابل، المسجد هنا مجاور للكنيسة، وهذه الكنيسة تؤدي رسالتها أيضا. وبجانب هذه الكنيسة هناك هيئة تنصيرية تقوم بتوزيع المواد الغذائية، تتجاوب مع أهل المنطقة، مع أهل المدينة، مع أهل بوادي في الأرياف. إذن فعلينا أن نقوم أن نواجه هؤلاء بالتربية والتعليم. الإنسان إذا علم، إذا تعلم، يستطيع أن يدافع وأن يزود عن كرمه وعن الإسلام. يستغلون ظروف الفقر، ظروف المجاعة، هيئات التنصيرية. فمن هنا نرجو من أهل الخير أن يتجاوبوا مع هذه الجمعيات، وأن يزوروا المنطقة بأنفسهم حتى يزوروا هذه المنطقة ويطلعوا على ما تحتاج إليه المنطقة. الرحمن الرحيم. هذه هي طابور الصباح لطلاب وطالبات مركز الشيخ عبد الله تقو التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والأكاديمية في منطقة هرر بإثيوبيا للمرحلة الابتدائية والمتوسطة حاليا، وسيواصل إن شاء الله إلى مرحلة الجامعة لحاجة البلاد إليها. وفيها 5 وحدات دراسية جديدة، وتتكون كل وحدة من 5 فصول، وعدد طلابها المسجلين لهذا العام الدراسي 1437 إلى 1438 هجري، 1500 طالب وطالبة، وعدد المدرسين 38 مدرسا ومدرسة. استعدت لدعاء الصباح. 1 2 3. سمودة إناد تلوانا فليتفضل مشكورا.
وأهلا وسهلا في كتاب ثمار أبنائكم، هذا اليوم هو يوم نرتبط فيه تعمنا الفرحة والغبطة بمناسبة هذا الحصاد، حصاد طيلة العام الدراسي، حيث كرستم جهودكم عاملين المدرسين وطلاب العلم وطالبات العلم وآباء وأولياء الأمور مع شيوخ البلاد. هذه كلها بفضل الله وبفضل جهودكم واهتمامكم وثقة منكم، لأن هذه المدرسة تعتبر مدرسة الشيخ عبد الله تقول تعتبر مدرسة نموذجية تدرس في هذا الرعيل، في هذا الدين، في هذه النشأة العقيدة الإسلامية السامية، المبادئ الإسلام تدرس فيهم وتعلمهم المبادئ الإسلام ممثلة في العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. أصور القرآن جل نقول ببينا الجوي أنا أقول بهذه دليل وأما قبلته إمام في لكم أفكارك إذا ودري أنا الحمد لله هذه الدليل هذه يوم برباك تقولي الإمام كإذا سعادة كبيرة جدا ما شاء الله لدي هذا العدد الكبير يتعلمون العلوم الإسلامية، وما شاء الله نخبة من المشايخ الفضلاء المتخصصين في هذه المدرسة. بارك الله